أهلا بيكم في الحلقة التاسعة من سلسلة كتاب علاقات خطرة. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد، لأ هي كمان أخطر وطبعا أصعب. العلاقات الخطرة اللي هنتكلم عليها ممكن تكون مع صاحب أو زميل في العمل أو أخ أو أب أو أم أو شريك أو أي حد في حياتك. العلاقات بين البشر زي ما هي واحدة من الأسباب المهمة للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض، منها اللي بيبوظ ويأذي ومنها اللي يصلح ويغير ويعالج. في السلسلة دي هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها في حياتك وتحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسؤولية مهما كان التمن. هنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو نرجسي أو موسوس أو شكاك، لحد ما نوصل في الآخر للعلاقة الحقيقية الصحية اللي تغير وتصلح وتعالج. وعشان نكون واضحين، أي علاقة ممكن تتصلح طول ما صاحبها هيلجأ للعلاج النفسي. بعض الناس لما بتدخل في علاقة مع حد بيختاروا يلعبوا دور من 3 أدوار: دور الضحية أو دور الجاني أو دور المنقذ. تلاقي حد في علاقاته دايما بيضحي بنفسه، يعمل كل حاجة عشان يسعد اللي معاه ويرضيه من غير أي مقابل، بيقدم الطرف التاني على نفسه طول الوقت، يدي باستمرار وما يستناش ياخد أبدا. ده اسمه دور الضحية. حد تاني لما بيدخل في علاقة تلاقيه يطلب طلبات ويدي أوامر كتير، ويبقى دايما متوقع من الطرف التاني انه يكون مطيع ويسمع الكلام وما يقولش لأ، يبقى شايف انه من حقه يعمل أي حاجة في أي وقت بغض النظر عن تأثير ده على غيره. يستنى دايما من الناس العطاء والبذل والسماح بدون حدود، وهو مش بيرضى أبدا. غضبه صعب وقاسي، محتاج اعتذار ورا اعتذار ومش بيسامح، وإثبات ورا إثبات ومش بيصدق، وده اسمه دور الجاني. وفي حد بقى بيكون لطيف وطيب وحنين، يساعدك بكل سخاء، يقدم لك حلول جاهزة، يجاوب لك على الأسئلة، يرمي لك أطواق النجاة وياخد بإيدك لبر الأمان. شخص محبوب ومرغوب، بيلعب دور المخلص اللي بيسمع للكل ويفهم الكل، يطبطب على ده ويمسح دموع ده ويحن على ده. شخص هادي وعاقل ورزين، ناصح وقريب وحكيم. وده بقى يا سيدي اسمه دور المنقذ. طبعا عشان تلعب دور الضحية بتدور على حد تنطبق عليه مواصفات دور الجاني، وعشان تلعب دور المنقذ بتدور على اللي ينفع يلعب دور الضحية، وعشان تلعب دور الجاني بتختار اللي يسمح لك تخليه ضحية. يعني لو حد مستبيح كرامتك وبيدوس عليك ويستغلك مرة واتنين وتلاتة، هو غالبا شاف فيك استعدادك انك تلعب دور الضحية ولعب معاك دور الجاني وانت سمحت له بده. اوعى تفتكر ان في دور فيهم احسن من التاني، بالعكس، كل دور جواه كمية هايلة من المصايب والبلاوي والاذى والضرر ليك وللناس. اللي بيلعب دور الضحية بيلعبه عشان يثبت لنفسه ويحس قدامها انه دايما مظلوم ومغلوب وعديم الحيلة، فيهرب من المسؤولية والإحساس بالذنب ويرميهم على غيره. واللي بيلعب دور المنقذ هو في الحقيقة بينصب شباكه حواليك عشان يمتلكك بعد شوية ويخليك تعتمد عليه. واللي بيلعب دور الجاني ده حد بينتقم من نفسه ومن الحياة ومن ناس تانيين في شخصك ومن خلالك. تعمل ايه بقى؟ أولا، وقف فورا ممارسة الأدوار دي وعيد ترتيب حياتك وعلاقاتك وصحح مسارها، وكفاية أذى لحد كده. وثانيا، ما تسمحش لأي حد انه يمارس معاك أي دور من الأدوار دي في علاقتك بيه، وما تسمحش كمان لحد انه يطلع منك دور منهم تمارسه معاه. ما تبقاش ضحية ولا جاني ولا منقذ. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.